السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. توقفت إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الأربعاء رسمياً في أول أيام العام الجديد، وهو ما يسدل الستار على هيمنة موسكو على الإمدادات في سوق الغاز الأوروبية لفترة طويلة. وأعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم توقف صادرات الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا اعتباراً من اليوم فصاعدا، وذلك بسبب انقضاء أجل اتفاقية العبور. وقد تم إغلاق أقدم طريق لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، وهو خط أنابيب يعود تاريخه إلى حقبة الاتحاد السوفيتي، وذلك مع انتهاء اتفاقية عبور مدتها 5 سنوات بين روسيا وأوكرانيا. وقد أظهرت بيانات الشركة الأوكرانية المختصة بعبور الغاز بأن روسيا لم تطلب أي تدفق للغاز اعتبارا من اليوم، وقلص الاتحاد الأوروبي اعتماده على الغاز الروسي بعد اندلاع حرب أوكرانيا، وذلك من خلال البحث عن مصادر بديلة، وفي مقدمتها الجزائر التي أصبحت اليوم المهيمن الرئيسي على أوروبا في مجال الطاقة. وبالنسبة لأوروبا فقد أدى تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل كبير وارتفاع التضخم وتفاقم أزمة تكلفة المعيشة، وهو ما زاد من طلبهم على الجزائر التي تصدر الغاز نحو أوروبا. ويحمل هذا التطور أهمية جيوسياسية أكبر، لأن موسكو فقدت منذ حربها ضد أوكرانيا حصتها المهيمنة على أوروبا، وذلك من إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي لصالح منافسين مثل الولايات المتحدة والجزائر وقطر، وهو ما دفع التكتل إلى خفض اعتماده على الغاز الروسي.